ابتكر رجل عاطل عن العمل فكرة ذكية لبدء مشروع تجاري. طلب من أصدقائه ارتداء أزياء حيوانات مزيفة، وزود كل واحد منهم بسماعة بلوتوث حتى يتمكن من التواصل معهم. بعد ارتدائهم الأزياء قام بتدريبهم على كيفية التصرف مثل الحيوانات الحقيقية، وهكذا تم إنشاء حديقة حيوانات صغيرة. كان يراقب كل شيء من خلال كاميرا. في أحد الأيام ظهرت حافلة مدرسية. شعر الرجل بسعادة كبيرة وطلب من الجميع أن يكونوا في حالة تأهب. عندما وصل أول الزوار رأوا كسلانا يتدلى من غصن شجرة، لكنه لم يتحرك على الإطلاق. شعر الناس بالملل وذهبوا لرؤية الأسد، لكن الرجل الذي كان يرتدي زي الأسد كان مستلقيا بهدوء فقط يراقبهم. قالت فتاة صغيرة: دعونا ننظر من الخلف. لكن الأسد استدار بسرعة وظهر وجهه فقط مرة أخرى. بعد ذلك ذهب الزوار لرؤية الدب القطبي. الرجل الذي كان يرتدي زي الدب شعر بالخوف من أن يتعرف عليه أحد، فاختبأ خلف صخرة. طلب منه الرجل أن يخرج، فخرج بخوف قليلا، ثم توجه إلى الغوريلا، وكان الوحيد الذي يتصرف وكأنه حقيقي. في المنزل وبخ الرجل جميع الأربعة لأن أداءهم لم يكن مقنعا. تدريجيا بدأ المزيد من الناس بزيارة الحديقة، لكن لم يكن هناك سوى 4 حيوانات، وبدأ الناس يشعرون بالملل. عندما رأى الرجل أن الحشود تزداد قرر إضافة زرافة مزيفة، لكن الميزانية كانت ضيقة، فاشترى فقط رأس زرافة وعلقه على قضيب معدني. ظن الناس أنها حقيقية. الرجل الذي كان يلعب دور الدب شعر بالإرهاق، فارتدى الرجل العاطل زي الدب بنفسه. في أول يوم بدأ الناس بمضايقته ورمي الأشياء عليه، وفوق ذلك كان الطقس حارا جدا وكان يتصبب عرقا. في فترة الظهيرة عندما لم يكن هناك أحد أخرج شوتو أحد الفريق زجاجة ماء، لكنها كانت فارغة، ثم وجد زجاجة مشروب بارد ملقاة على الأرض. التقطها وفتحها وشرب منها وشعر بالانتعاش. في نفس اللحظة قامت فتاة بتصويره ونشرت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. أصبحت الحديقة مشهورة على الإنترنت. بدأ الناس يأتون لرؤية الدب الذي يشرب مشروبا باردا من الزجاجة. كان جاك الرجل في زي الدب يلتقط الزجاجة، يمسكها بمخالبه ويشربها بسعادة، وكان الزوار يستمتعون كثيرا بهذا المشهد. بدأ الرجل الذي كان يرتدي زي الغوريلا بتقليده وشرب مشروبا باردا هو الآخر. ضحك الناس بشكل هستيري عند رؤيتهما، وبدأت الحشود تتوافد يوميا. في أحد الأيام انكسر قضيب الزرافة، وفي تلك اللحظة وصل صاحب الأرض. شعر الرجل وفريقه بالخوف. ظن صاحب الأرض أن الدب أيضا مجرد شخص يرتدي زيا، فتقدم إليه بلا خوف، لكن ذلك الدب كان حقيقيا. هجم عليه وسقط الرجل على الأرض. بدا وكأنه سيتعرض لإصابة خطيرة. سريعا تظاهر بأنه ميت واستلقى دون حراك. في تلك اللحظة وصل جاك وهو لا يزال يرتدي زي الدب، فلفت انتباه الدب الحقيقي. استغل الآخرون الفرصة وسحبوا صاحب الأرض بعيدا إلى مكان آمن. قفز الدب الحقيقي على جاك، لكن بفضل البدلة السميكة لم يصب بأذى وتم إنقاذه. في النهاية اكتشف الجميع الحقيقة واضطروا إلى إغلاق حديقة الحيوانات.